المظلوم. هذا كلام أيام الدولة العثمانية. أنا عندي كتاب من التاريخ جايبها، تاريخ البلد هذه. فيما بعد هذه فتنة قامت من المدينة مع الأغوات. قاموا الفئتين الضاربوا عشان في واحد بينخرط للسلك العسكري من الأغوات دول. احتجوا الفئة الثانية، قالوا ما يصير، الأغا فين يشتغل؟ الأغا يشتغل في الحرم. قامت مضاربة هناك بعد أيام الدولة العثمانية. فيما بعد حضروا رجالات مكة ورجالات المدينة على أساس يصلحوا بين الفئتين، على أساس ثاني يوم يجوا يحضروا عند القاضي ويصلح بينهم. واحد من الحمية التركية وزع من الفئة إنهم لا، واحدة من الفئة لا يحضروا الصلح. بعدين القاضي أمر من وراء هذه الفتنة حيث ما تحصلوه اقطعوا راسه. طبعا انفلتت الجنود حقنا. القاضي داروا الين وصلوا جدة هنا. شوف الزقاق ده اللي هو قتل فيه الراجل بشقة بيت احمد ابو الحمايل في الطلعه هنا في الدخله. لحقوا واحد يقولوا له عبد الكريم البرزنجي، ولحقوه هناك وضربوه طارت الراس. قالت مظلوم مظلوم مظلوم. من ذلك التاريخ سميت محلة المظلوم. فهمتني؟ فيما بعد في أوادم أباطرة هنا كانوا من المواليد، كيف بيحددوا الحارة؟ بس هنا قتل هنا بس زقاق، هذا ما تعد، لكن بيحددوا الحارة. صاروا يتلاقوا مع حقونا الشمال. هنا ما في قواس اسمه ما في شمال يقولوا وجنوب. حيث ما ينتصروا دول الأوادم كانت في حجار كبار شوي لين عند بيت باديب، لين هذا احنا حضرناه وعرفنا الحجار دي. كمان الجنوب هناك ما كانوا يقولوا حارة اليمن، الجنوب جنوب جدة، الين انتصروا وتحددت الحاره. دحين احنا حدودنا الين برا الاسد ابويا عند محل المقبره حق الاسد، حدود المظلوم داخل هناك. بمكه ده كله لنا احنا. خلاص تحددت الحوائر بسبب هذه القضيه. هنا حددوها خلاص، هنا حاره الشام وهناك حاره اليمن، والمظلوم في الوسط. هنا المظلوم في الوسط، لانه هنا الحاسه دي هي اللي حدثت الحوائر، ولا ما كان في حوائر في جدة والدولة العثمانية. بس هذه الحاسة جات ايش؟ حددت وعرفت في الشمال للشام والجنوب لليمن، وهنا في الوسط المظلوم هي الذي كتب ذلك. من ذلك التاريخ لما انقطعوا راس الرجال قالوا من ذلك التاريخ سميت محلة المظلوم. هذا هو الواقع حق الحارة. فيما بعد تلايمت الناس ودخلوا وكانت البيوت قليل في ذاك الوقت. الين عهد الملك عبد العزيز كان عليها صورة البلد، باب جديد، باب شريف، باب البنط، باب شريف هناك، باب مكة. أنا أشوف أنا عندي صورة حقت باب مكة التاريخية اللي معروفة، عندي الصورة حقتها في البيت. وبعدين دول أهل الرواس خارج البلد، أهل بني مالك خارج البلد. شوف هذه بني مالك ما كانوا فيها إلا أهلها، أهل الرواس بذاك الشيء ما في إلا أهلها. ما حد يقدر يجيب بعد المغرب، اللي يجي له هناك يضربوه فرشوه. إجابك أنت عندنا هنا النزلة بالمثل. من يوم ما يجي المغرب أهل النزلة يركبوا حميرهم ويتوكلوا على الله بالمثل. أهل الرويس يركبوا الحمير حقاتهم ويتوكلوا على الله. تنسك البيبان إلا في الصبح تنفك. هذا تاريخ البلد جدة. النزلة اليمانية، حارة نكت، وهذه حارة التكارن كانوا يقولوا نكت، بعدين سموها حارة برا. هذه الحارة حق التكارن. في حارة بيشة برا طريقة غوزين وانت طالع، حارة بيشة يقولوا لها. السبيل ده كان هجبه، ما في الا قهوتين، قهوه السيد وقهوه ابو هتر، ما كان فيها بيوت. فيما بعد الملك عبد العزيز اتبرع بها للفقراء والمساكين، صارت الناس تمسك الاراضي بلاش، لانه الملك عبد العزيز ايش؟ تبرع لهم بها السبيل هذا. ايوه شوف لين دحين في بيوت بدون صكوك، لانه وهبه دي من الملك عبد العزيز بس. وكانوا اهلها كلهم يعني ما تجاوزوا 10,000 نفر، حاره اليمن حاره الشام، وبعدين كلهم اوادم معروفين. هذا بيت فلان، هذا بيت فلان، هذا بيت فلان. العمده لما نجي يعرف بيت الاوادم كلهم واولادهم يعرفوه. دحين العمده ما يعرف مين؟ ما يعرف احد ابويا، بس جاي كذا بس طهمجه. العمده اول يعرف انت ولد فلان، انت ولد فلان، انت ولد فلان، يعرفك. المسحراتي كان عندنا في رمضان يسحر، دحين خلاص بطل المسحراتي وبطل، لانه لو جاء المسحر ما يعرف مين في الحاره، ما يعرف احد ابويا، ما يعرف احد. لكن اول معروفين ده بيت فلان. هذا البيت تعرف محي الدين ناظر كان رئيس بلديه ذاك الوقت، والبلديه كانت في شارع قابل درجه خشب في ذاك الوقت. فيما بعد جاء البحيري، ما البحيري كلهم من رؤساء البلديات. كانت الناس كلها متعاونه ومتحابه مع بعض، يدوروا على بعض، الجار يدور على جاره. لكن دحين الجار ما هو داري عن جاره اللي جنبه، ما يدري عنه. الاخ اليوم ما يدور على اخوه الا بالقوه. هذا حال ايه؟ اول كان الاخ متلاصق مع اخوه ما يسيبه، دحين اصبحت الحكايه كلها تفرقت، ولا عاد في ذاك الحنان والحب، ما عاد فيه. ولا اول جارتك خذ يا واد الصحن، اطلع يا واد ستك فلانه ودي لها كمان، هي لو ما عندها شيء تملي لك الصحن سكر عشان لا ترده فاضي. شفت
شفت الحب اللي هو كانوا فيه، ناس كانوا طيبين متحابين. لكن اليوم الدنيا من يوم ما توسعت الدنيا دي وهم دحين الوقت هذا اللي احنا توسعنا فيه يعني لائم للوضع اللي احنا فيه. ليش؟ عشان السيارات دي فين توقف؟ تيجي هنا حتى الزقه زي دي توقف السيارة، ما في براح لها. احنا قبل ما نخرج كل يوم نتضارب مع الادم، يجي يوقفونا عند الباب حقنا لين زهقونا عمره، في الاخر خرجنا على بر. بعد 50 سنه شعب وندر الرحالي، والرحالي كان هجبه ما في احد. انا لي 21 سنه دحين في الرحالي، كل الناس اصبحت برا. عشان ايه؟ سبب السيارات، هنا يوقفوا سياراتهم غصبا عنهم. هذا وهذا شيء من الله، ترى هذا شيء من الله يا ابويا. وهذا الوقت هو ده وقت التلاؤم والتلاحم مع الناس اللي انفقد من دحين، لانه كانت الناس ليش اول كانوا على الحمير، كانت تحت البيوت. حوش البقر حقنا اللي حق شعيب وسط البيت، شوف عند المسجد الشافعي. اسال شوف هذا الرجال اللي يعرف الكلام، هذا اللي هم معاصر معانا. ايوه، لكن اليوم شوف دحين لو جبت طلي في الحوش راح يشتكوك البلديه، قالوا هذا خراب للبيئه. ما حد يتكلم ولا حد قال ليش كده تسووا. القشطه كانت قشطه، هي دي قشطه قوادي اللي بيسووها يخسع، والله ما قشطه. راح العلوم ابويا كله راح في حاله. ايوه، دولك اوادم يعني محترمين وعندهم الامانه والصدق، ما يحب يكذب ولا يدور ولا يلف ابدا. هذولاك اوادم صادقين، وربنا حبهم عشان لا يشوفوا ذا الشيء. ابانا واباكم واجدادنا واجدادكم ربنا حبهم من عنده واخذهم عشان لا يشوفوا بس ذا الشيء اللي شيء يطفش عمرهم بس. وهذه حقيقه الحوائر ابويا، هي دي اساسها. وكل الناس معروفه في البلد هنا، بيت فلان، بيت زعتان. شوف بيت محمد سلامه كان مرشد حق الباخر، اشترى معوضه حرقوه الصومال، شوف اصبح تراب فوق هنا جو في جو حين ما انتم عاملين مسرح الحين. هذا بيت محمد سلامه مرشد حق البواخر. ايوه، كان ابوه معاه كمان عم ابراهيم الله يرحمه ويغفر له. ذولاك رجال ابطال، ما يحب العروجه ولا يحب هذا، الا يحب الصدق. وبعدين مع هذا امشى هذا اشتغل معانا اديله عشان لا يحتاج احد. دحين ولد يقعد 30 سنه وما اشتغل. كيف؟ طيب هذا الولد ما يبغى له يحب ولا يبغى له، ولا يعني يقعد يسرسر ولا يستربت ولا ايش يسوي؟ لكن هو لا، ما فلح في المدرسه مشاوات يوديه للمعلم زي ده نجاره، يشتغل بنا نوار اللي ليس البيوت يبيض البيوت. هذا ما الابو ما يخلي الولد يقعد الا لازم يشتغل. وتعلموا صحيح هذا، لكن بعضهم شوفهم مسكين مرميين في البيوت، عالة على اهلهم في البيوت جالسين. خلينا ساكتين بس، ربك يسترها يا ولدي. وهذا يعني الشيء اللي انا عاصرته. وكانت الامطار تيجي جده، لانه هذا برا السور كان كله خلا. شفت الكندره دي خلا خالي ما فيها الا اربع مربعات، مربعه الفته، مربعه الوسيه، هذا الوسيه عندنا في بحيره الشام، مربعه السيد عبد الحميد عطيه، مربعه غنيم، مربعه ابو الجدايل. هم دول سكان الكندره، هم الاصليين، هم دول كلهم دخل على الكندره، كلهم دول انت شايفهم دخل على الكندره. هذا شيء معروف، وانا اقوله امام كل واحد فيك، لانه كانت الكندره دي مصيف لاهل جده. في الصيف يندروا هناك برا ويتبردوا ويسووا طرب وشيء ثاني يصير. صيف كانت الكندره دي مصيف، وكانت في جوزين طريق الكندره ما يعرفوها كلهم دول. لما تيجي طريق الكندره القديم في كانت جوزين، جوز من هنا وجوز من هنا زي الجبل، والناس تزين من جنبه كله بالحمير، ما في لا طياره ولا سياره، كله يركبوا حمارهم ويروحوا. هذا الواقع حق البلد، لكن دول كلهم والله ما يعرفوا ما ضحاها. إيه بس النزله ما كان الا في اهلها. دحين روح شوف النزله ايش فيها. بني مالك اللي كان اهلها وحوش، يمين بالله اهلها وحوش، يمين بالله. شوف دحين ايش فيها. ذولاك اوادم على كيف، لما تيجي دارهم يضيفوك ويخلوك من احسن ما يكون. بس اذا جاء في الليل الغريب يا ويله، ان كان عنده لك صمخوا اخته كفوف وقالوا له الضرب اللي جت منه. الرواس شوف هذه ما يقدروا يضربوك، الكلاب حقتهم تقدر تضربك. شوف اول تمس انا كنت مع واحد من اهل الرواس قال لي والله يا محمد صادق، قلت له ابغى اعرف الرواس صناديق وعشاش كلها. شوف اصبح الرواس كيف شيء ثاني، باريس الثاني اصبح الرواس. هذا يقول لك كيف كيلو 3 كانت.